دلوقتي. أولًا أنت حالتك البدنية والفنية والتكتيكية والمرونة التكتيكية وإمكانياتك تسمح لك تلاعب منتخب المغرب دلوقتي؟ لأ. طب اصبر، أنت لسه طالع من مجموعة ضعيفة ومجموعة سهلة، كانت حصة تدريبية. خُد السلِّم واحدة، واحدة. أروح ألاعب نيجيريا، أروح ألاعب مثلًا كاميرون، ألاعب برضه فرق قوية، لكن مش أطلع من مجموعة أو مباراة سهلة زي كده، أدخل على مستوى عالي مرّة واحدة كده، لأ، آخُدها تدريجيًا. وبعدين منتخب المغرب منتخب قوي جدًا، لو كسبك نتيجة كبيرة هتكون مشكلة، هتسبب لك إحباط نفسي وممكن أنت تتشال فيها تتم إقالتك، واللعيبة نفسها هتدخل بطولة أفريقيا معنويات صفر، فهنطلع بدري، بدري ونخرج من دور المجموعات علشان إحنا اخترنا طريق غلط وإعداد غلط، فالأفضل نلاعب فرق يعني أي نعم تصنيف أول، لكن مش المغرب بصراحة، ما عندناش استعداد نلاعب منتخب المغرب ونتغلب نتيجة كبيرة وتكون مشكلة كبيرة وتصدّر لنا وتصدّر لنفسك وللجمهور الإحباط ومشكلة كبيرة وكمان ممكن تتشال فيها، فما ينفعش إن إحنا نواجه المغرب لمّا المستوى بتاعنا والأداء بتاعنا المستوى البدني والمستوى الفني يعلى، ساعتها نلاعب المغرب، لو لاعبناها في أفريقيا وعملنا معاها وواجهناها في أفريقيا خلاص ما فيش مفر، هنلعب إن شاء الله مباراة كبيرة حتى يكون الفريق وقف على رجله وبقى أفضل وأفضل من الناحية البدنية والناحية الفنية، لكن مواجهة المغرب في الوقت ده مستحيلة.